عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ممدوح استشاري عقارات ومحاضر سيلز ريال استيت. مبدئيا كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف، وعد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية يا رب جميعا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. احنا ان شاء الله في الحلقة دي هنتكلم عن حاجة مهمة جدا يمكن اتكلمنا عليها في حلقات قبل كده، بس احنا بنكمل بقية الحلقات دي، وهي النيدز أو احتياج العميل. تعالى نتكلم النيدز دوت واحتياج العميل ده بيبقى موجود فين؟ ده موجود في المكالمة البيانية الناجحة أو بيبقى في الميتنج مع العميل. لازم أحدد احتياجات العميل عشان أقدر أقفل على العميل كويس وأقدر أحقق التارجت بتاعي على المدى البعيد. طيب تعالى نتكلم إيه النيدز بتاعت العميل وإيه احتياج العميل. بمعنى أصح لو جينا قلنا حضرتك شغال في شركة والشركة دي بتبيع حاجة سكنية أو مشروع سكني، فانت بتحدد هل العميل ده بيشتري مثلا، اذا كان بيشتري ابارتمنت او فيلا او توين هاوس او تاون هاوس او ايا كان المسمى، بيشتري هل الحاجه دي سكنيه ولا حاجه عايز يستثمر فيها. بمعنى اصح عايزين نوضح ايه الفرق بين لو انا هاخد شقه سكنيه هاخد شقه استثمر فيها. تعالوا نتكلم عن النقطه دي بعد الفاصل. نيجي نتكلم عن نقطة لو أنا هاخد شقة سكنية. دايما العميل اللي بيدور على شقة سكنية، لا إما العميل ده عنده شقة بتاعته حابب ينقل لكاتيجري أعلى شوية، أو العميل عنده الشقة اللي ساكن فيها واخدها إيجار فبيدور على حاجة يشتريها. طب لو هنفترض إن العميل عنده شقة سكنية وبيدور على حاجة تانية إن هو يشتريها، أو عنده برضه في نفس الوقت برضه إيجار وبيدور على شقة إن هو يشتريها ويطلع من الكاتيجوري اللي فيه لمستوى احسن، فدايما العميل ده بيدور لا اما على حاجتين، لا اما حاجه استلام فوري اللي هي ريدي تو موف، لا اما حاجه تحت الانشاء اللي هي بتكون استلامها مثلا سنتين ثلاثه. طب ايه الفرق بين العميل ده والعميل ده؟ العميل اللي بيدور على حاجه استلام فوري بيبقى مجبر ان هو عايز يتنقل من مكان لمكان تاني في الفتره دي. حاليا مثلا ممكن يكون واخد الشقه دي ايجار فمحتاج ان هو ينقل على طول في الشقه الثانيه، او عرض شقته للبيع ومحتاج ان هو ينقل في حاجه استلام فوري. فدايما الحاجات الاستلامات الفوري بتبقى محكمه في نظام السداد، اما الحاجه اللي هي تحت الانشاء بتبقى فيها نظام سداد فلكسبيليتي شويه. بمعنى اصح مثلا ان انا عندي فتره سداد طويله، ممكن ادفع مثلا مقدم 10%، ده في الحاجه اللي تحت الانشاء. ممكن ادفع 10% 15% واقسط الباقي مثلا على 3 سنين 4 سنين على حسب الداون بيمنت اللي بتقدمه الشركه. ده دايما بيبقى الفرق بين الاستلام الفوري والاستلام اللي تحت الانشاء. فدايما في فاسيلتيز كتيره. ده لو العميل بيدور على حاجه سواء استلام فوري او تحت الانشاء، ده الحاجه اللي هي السكنيه. لو انا بدور على حاجه سكنيه، نيجي نرجع للحوار بتاع النقطه بقى. لو العميل بيدور على حاجه انفستمنت او حاجه استثماريه، ايه الفرق؟ دايما العميل بيدور على اللوكيشن بتاعي، هل اللوكيشن ده برايم لوكيشن ولا لا، في فاسيلتيز او في خدمات جنب المكان عشان لو حب يأجر، حب يبيع بعد فتره. فلازما انت كسيلز توضح له ايه الفايده من الحاجه دي لو اشتراها دلوقتي واستثمر فيها بعد فتره هتعود عليه بايه ومكسبه قد ايه، لان دايما العميل المستثمر بيحسب الحاجه دي بالورقه والقلم. فانا كسيلز لازم اخد بالي من العميل المستثمر او اوضح له اكتر من نقطه واعرف منه العميل ده لو هو عايز يأجر لازم انا ابقى عارف رينج الايجارات في المنطقه اللي انا ببيع له فيها متوسطها قد ايه. لو العميل ده بيشتري عشان يبيع ويستثمر على المدى الطويل لازم اكون عارف الزيادات عندي كل فتره، لان انا طبعا عارف، طبعا حضرتك عارف ان الزيادات دي بتبقى مرتبطه بالدولار وقيمه المواد الخام او سعر المواد الخام من حديد واسمنت كل فتره. فانا عايز برضو توضح للعميل ده ان العقار ما بيقلش، بل بالعكس العقار قيمته بتزيد. ولازم توضح له برضو نقطه مهمه جدا، الفرق لو انت حضرتك او حبيت تحط فلوسك في بنك الفايده اللي هتاخدها منه قد ايه، ولو انت حطيت فلوسك في عقار او في ارض الفايده اللي هتاخدها منها قد ايه. لان دايما العميل بيحط مقارنات كتيره بين ان هو يشتري عقار او يشتري ذهب او يحط فلوسه في البنك. فلازم توضح ان العقار ده اعلى قيمه ربحيه فعلا الفتره دي
ممكن يستثمر فيها، لان دايما العقار عمره ما بيقل، العقار بالعكس بيزيد، وممكن يزيد بنسبه 200 و300% في فتره قصيره جدا. عكس لو انا حطيت فلوسي في البنك ممكن نسبه الربح بتاعتها تيجي لي من 20 ل 25 27%، ده اقصى حاجه. ولو جينا قارناه بمعدل التضخم هنلاقي اني مقارنه مثلا بين لو انا حطيت فلوسي في بنك او حطيت فلوسي في شقه او في ارض. تعالى كده نحسبها بالورقه والقلم. لو جينا قلنا مثلا انا اشتريت مثلا او حاطط مثلا وديعه قيمتها مثلا 500,000 جنيه. 500,000 جنيه دول ممكن يديني عوايد بنسبه مثلا 25%. ده في السنة. يعني هلاقي مثلا ان فلوسي بدل 500 بقى 625,000 جنيه، فزادت حوالي 125,000 في السنة. نيجي نقارنها بقى بالعقار. لو انا واخد مثلا شقة ثمنها 500,000 جنيه على سبيل المثال، حضرتك ممكن في خلال شهرين او 3 شهور، وفي خلال مثلا ماكسيموم 6 شهور ممكن تلاقي الشقة اللي حضرتك واخدها 500,000 قيمتها عدت، ممكن عدت 100%. يعني ممكن ال 500 دي حضرتك ممكن تبيعها بمليون جنيه، تبيعها ب 700,000 جنيه، 70% 80%. ليه؟ لأن دايما العقارات أو المواد الخام مرتبطة بسعر الدولار عالميا. فهنيجي نقول المواد الخام زادت، فطبيعي انت عندك المواد الخام حديد، اسمنت، بقى بنود التشطيبات بتاعت اليونت اللي انت بتاخدها من محاره، من سباكه، الكلام ده كله، كل الخامات دي بتزيد. فهنلاقي ان التكلفه بتاعت اليونت نفسه زادت، بقى زادت بل زادت اكتر من الضعف. يعني لو جينا قلنا بمعنى اصح ان حضرتك لو حاطط فلوسك في بنك هتلاقي ال 25 او 27% اللي انت بتاخدهم من الفوائد دي، لو جينا عدلناهم مع معدل التضخم اللي بيحصل في الفترات دي، هتلاقي ان يا دوبك بتحافظ على قيمة الفلوس، بل ساعات بتقل قيمتها لنسبة كمان. اما العقار فهو بيحافظ على فلوسك، بل بالعكس بتزيد على المدى القريب في فترات قصيرة جدا. بتلاقي بتاخد فروقات كبيرة في الأرباح. لو الحاجة شاريها بجنيه بتلاقيها ب10، تلاقيها ب5، تلاقيها أضعاف المبلغ اللي أنت كنت مستثمره كعميل. فبالتالي أنت بقى كسيلز لازم توضح للعميل المستثمر إيه الفرق إن هو بيحط فلوسه هنا أو بيحط فلوسه في العقار، وإيه اللي هيعود عليه بعد كده، عشان تقدر تختار له صح وتقدر توجهه وتقدر تعرف النيدز بتاعه واحتياجه كويس، هو محتاج إيه بالظبط عشان هو يقدر يستثمر معاك، وانت كسيلز تقدر تحقق تارجتك اللي انت مطالب منك اللي تحققه في الفترة اللي بتحددها لك الشركة او الكوارتر اللي بتحدده لك الشركة من تارجت. المهم انت كسيلز لازم تاخد بالك من النيدز بتاعت العميل، او بمعنى صح احتياجات العميل، ايه اللي هو محتاجه منك اللي انت لازم توفره له عشان تقدر تتارجته صح وتوجهه للمكان الصح، وبالتالي تقفل بعتك بطريقة محترمة وتقفل على العميل كويس وتقدر تقفل ديلك. ان شاء الله احنا الحلقات اللي جاية هنتكلم عن حاجات كتيرة جدا. ما تنسوش تدعمونا بقى بالسبسكرايب ولايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ونشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.